العوافي عليكم يا حبايبي. أنا النهاردة هقول لكم عبارة بتسمعوها ومش عارفين إيه معناها. عبارة أنت عامل زي الدبور. إيه معناها أنت عامل زي الدبور؟ يعني الدبور بطبعه بيزن، يفضل يزن ويحوم حوالين العش بتاعه، يزن ويحوم حوالين الفريسة بتاعته. الدبور يا حبايبي من صفاته ان هو ما بينامش، بس بيجي بالليل يخفض الحواس بتاعه شوية، وبس بيفضل طول ليل ونهار يزن حوالين الفريسة، حوالين العش بتاعه. فشبه البني آدم الإنسان اللي يفضل يزن على الحاجة ويلح عليها وعايز ياخدها، ودايما كده عنده إصرار هاخدها، يعني هاخدها لغاية لما الناس تزهق من الزن بتاعه، سواء كان دوت ابنك، أخوك، قريبك، حد من موظفين، وآخر ما تزهق وتطهق تديله الحاجة اللي عايزها عشان يبطل زن وترتاح منه. بس الحاجة دي بتتاخد بغصب من الناس، حتى لو كان ميراث وواحد من الاخوات او القرايب يفضل يزن على حاجة معينة وبقية الورثة مش عايزين يدهاله وشايفين ان هم ليهم حق كمان من زنه، لان مرة يهددهم اللي يقاطعهم، مرة ان هو عايزها ومن حقه وتعب فيها، لغاية لما يزهقوا ويدهاله. لكن نصيحة خالتي تونا، الحاجة اللي بتتاخد بالغصب ما بتنفعش وما بيبقاش فيها بركة. لازم الحاجة اللي ناخدها يا ولاد تبقى برضا وتبقى خاطر عن الناس، والناس نبقى نيتها مسامحة عشان ربنا يبارك فيها. نرجع ناخد الحاجة بغصب من الناس ويحصل لنا حاجات مش كويسة ونقول ليه كده؟ إيه اللي حصل لنا؟ احنا ناس طيبين. لا، انتوا زنيتوا وخدتوا حاجة بغصب عن الناس، وما ينفعش الزن. اللي عايز حاجة ياخدها بطيب خاطر عشان ربنا يبارك. وإن عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوناش في اللايك والشير، وتمسوا بالخير يا حبايبي.